السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتسألت سؤال على الفيديو اللي فات، يعني ايه خيط استوكات؟ وكلمينا عن الخيط الإيطالي، يعني ايه خيط إيطالي؟ اللي قدامكم دول عينة من الخيوط الإيطالي. تمام؟ طيب، هنقول الأول ايه هي الخيوط الإيطالي وبتتجاب ازاي، وايه اللي متاح منها وايه اللي متوفر منها في الجروبات. وخيوط الاستوكات انا عامله لها فيديو هنزله لكم في صندوق الوصف. دلوقتي دي عينة من الخيوط الإيطالي، زي ما انتم شايفين كده كل فتلة لون. أنا عندي أنواع تانية، وفي أنواع اشتغلتها وخلصت منها، وفي أنواع أنا شايلاها. آه للأسف يعني جوه في قلب خيوط، في قلب حاجات كده، دول اللي قدرت أطلعهم يعني. أولا الخيط الإيطالي ده بيكون أصلا خيط جاي على كونات كبيرة جدا، تمام؟ زي كده، بس دي كونة صغيرة، دي كونة صغيرة. بصوا بتبقى كونة كرتون كده، وفي منها كونة بلاستيك. طبعا دي اتطبقت عندي لأنها عندي، دي عندي تقريبا بقالها 5 6 سنين. الفتلة بتاعتها أهي، عن قرب أهي. تمام؟ أنا بس بوريكم يعني إيه الخيط الإيطالي بيجي على كون كده. بتبقى كون كبيرة، الكونة بتبقى ممكن توصل 3 كيلو 4 كيلو، على حسب مقاس الكونة أو على حسب حجم الكونة. وطبعا بقى بيجي للتاجرة كون كتير، وكل نوع أشكال وألوان و طيب، يعني إيه بيجي أشكال وألوان؟ في منه صوف، في منه صوف طبيعي. بصوا الجرام منه، ال 100 جرام منه في أنواع كتير في الصوف الطبيعي ده بتبقى بمبلغ وقدره. تلاقي ال 100 جرام ب 200 جنيه وأكتر، و300 جنيه ال 100 جرام. بتلاقيها في الإيطالي بتمن بسيط جدا. يعني دلوقتي الكيلو الإيطالي بيتراوح والله يا بنات مش فاكرة بالظبط، لأن أنا الخيط ده بقاله سنتين، لا بقاله سنة وشوية. فهنقول مثلا أنت ممكن تجيبي كيلو الخيط الإيطالي مثلا ب 400 500 جنيه. الفتلة اللي هي مش موجودة أصلا. يعني في الإيطالي قطن، في منه قطن أنواع وأشكال، قطن 100% وقطن مخلط، أكريليك، في كل حاجة. في صوف، في مهير، في صوف تخين، في رفيع، في برضه في القطن تخين ورفيع. في اشكال لا تتخيليها مش موجوده اصلا في الستاندر، موجوده في الخيط الايطالي ده. بيبقى خيوط المصانع اللي بيتعمل منها البلوزات واللبس اللي انتوا بتشوفوه في المصانع، اللبس الجاهز. بيتباع ازاي؟ بتبقى عند التاجره كونه كبيره زي ما انا وريتكم كده، بس طبعا الكونه اللي عندي دي صغيره. ماشي؟ بتبقى الكونه كبيره 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، على حسب مقاس الكونه او حسب حجمها عند التاجره. تيجي انت تقولي لها مثلا انا عايزه 50 جرام، عايزه 100 جرام، عايزه 200 جرام، عايزه كيلو، عايزه نص كيلو. هي بقى تلفهولك زي ما انت شايفه اللفات دي كده، بتلفها لك حسب حاجتك. آه، وتاخدي بقى ايه على حسب المشروع بتاعك. طيب لو انت هتشتغلي بالخيط الايطالي ده تعملي ايه؟ اولا لو انت متاكده ان انت مثلا هتشتغلي بالخيط ده مثلا كوفيه، فبلاش تجيبي 100 جرام، زوديهم شويه. يعني ده على اعتبار ان مثلا الكوفيه بتاعتك هتاخد 100 جرام. ماشي؟ طبعا هي مفيش، الكوفيه ما بتاخدش 100 جرام، بتاخد اكتر. احنا بنقول ايه مجازا يعني. هتشتغلي بقى كوفيه، بلوزه، فستان، اي حاجه، زودي شويه. ليه؟ لان ممكن الخيط تيجي تطلبيه تاني من عند التاجره مش هتلاقيه اصلا. الخيوط لها اشكال وليها الوان، مش دايما بتتكرر. فالافضل ان مثلا لو انت هتاخدي كيلو لمشروع معين، خليها كيلو 100 جرام، مش هيخسر، وفي نفس الوقت يبقى انت حفظتي شغلك. طيب الخيط ده لا بيبقى مكتوب عليه عدد امتار، ولا بيبقى معاه مقاس ابره. طب انا دلوقتي افرض ان انا عايزه اشتغل فستان صيفي، وعجبني لون وعجبني شكل مثلا زي كده، هو ده ينفع للفستان الصيفي؟ لا طبعا. فانت التاجره بتبقى محدده الخيط ده صيفي ولا شتوي. ماشي؟ وبتساليها الفتله اللي معروضه، لو انت مش عارفه الفتله اللي معروضه دي للصيفي ولا للشتوي. طيب إيه لو انت بقى بتسألي عايزة أصلا خيط، أنت يعني أنت مثلا مطلوب منك مثلا إيه، فستان صيفي، فأنت بتدخلي للتاجرة تقولي لها أنا عايزة فتلة قطن إيطالي بس صيفي. بتعرض عليكي بقى إيه المتاح للصيفي، تختاري منه اللون. طيب
الصيفي دوت ما فيه خيط بيبقى رفيع وخيط بيبقى سميك شويه وخيط متوسط. حددي لها، قولي لها انا عايزه خيط صيفي مثلا وليكن بفتله الديفا، او تقولي لها انا زي فتله الديفا يعني، او زي فتله الكوتون جولد، او زي يعني حددي الفتله اللي انت عاوزاها. طيب لو انت مش عارفه الفتلات دي اصلا ومبتدئه وما اشتغلتيش، انا عايزه خيط اشتغله بابره مقاس 2، انا عايزه خيط اشتغله بابره مقاس 3. تمام. انت حددي للتاجره كل ده، لان زي ما قلت لكم الخيط الايطالي لا هو عليه ليبل ولا عليه مقاس ابره ولا عليه يعني زي ما انتم شايفين بيجي لكم كده ما عليهوش اي حاجه. فانت ماسكه، انت اجتهادي بقى، انا امسك الفتله دي، طيب عجبني الشكل ده كده، الخيط ده عجبني او الخيط ده عجبني، طب انا هشتغله ازاي؟ او هشتغله بابره مقاسها ايه؟ هعمل ايه؟ افضل حاجه ليكي عشان تحددي مقاس الابره العينه، هتعملي لك عينه صغيره كده، مثلا وليكن 5 سنتي. ثواني اجيب الابره علشان نشوف مع بعض احنا هنحدد اللي يعني. انا دلوقتي انا الخيط ده مطلعه قدامكم اهي، انا ما اشتغلتش بيه اصلا لسه خالص. نطلع ابره مقاس 3، ماشي، نطلع ابره مقاس 3 ونشوف هنعمل عينه ازاي او هنحدد ازاي مقاس الابره. انا طلعت ابره هنا مقاس 3، وهتعملي ايه؟ هتشتغلي وليكن كده 1 2 3 4 5 سنتي، خمس سلاسل كده. انت من البدايه كده في السلاسل هتحسي ان لا، السلاسل مكتومه في بعض، الابره دي صغيره. تمام. انت اللي هتحددي المقاس بتاعك. طيب نجرب، يعني انت هتعملي كده زي ما انا بعمل، ماشي، هتمسكي الابره بتاعتك وتحددي وتشتغلي العينه. عايزه اجيب مقاس ابره مقاس 4 اللي قدام مني 4 ونص، 4 اهي، ماشي، نجيب ابره مقاس 4 وتقومي مجربه، تعملي برضو سلسله تشوفي، هتجربي يعني كذا ابره عشان توصلي للابره المناسبه. بصوا كده، انا كده شايفه السمك بتاعي بالنسبه لي، شايفه السلسله مظبوطه حلوه مش مكتومه زي ما كانت بابره 3. تمام، ده بالنسبه لي كده شغل متوسط حلو. انت بقى لو حابه تعملي منه مثلا وليكن شيل، عايزه تعملي شغل فلافي كده وخفيف، هتكبريه على فكره عن مقاس 4. عايزه شغل مظبوط هتشتغلي بلوزه هتشتغلي بلوفر، يبقى مقاس 4 مظبوط. انت اللي هتحددي بنفسك وبايديكي مقاس الابره اللي الخيط الايطالي هيحتاجه. ما عندكيش اي هويه او اي شيء استرشادي مكتوب على البقره. يعني احنا في الخيوط التانيه الستاندرد بنختار على اساس مثلا الرقم مكتوب مثلا بتاخد من ابره من 2 ل 3 او من 2 ل 4، انت بقى بتعرفي بدايتك فين ونهايتك فين، تجربي 2 تجربي 2 ونص. لكن هنا انت اجتهادي بتجربي كده ايه انت وحظك وتشوفي الابره اللي هتريحك فيها ايه. طيب الخيوط دي منين؟ الخيوط دي من جروب قطره الندى من عند ام احمد ميدو. عندها تشكيله اللهم بارك من الخيوط الايطالي لا حصر لها، وافضل سعر بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لها. فانتوا واللي هيروح لها من طرف يقول لها بس جايلك من طرف اميره ربيع او من جروب تسعير او من قناه تسعير، ان شاء الله بامر الله هتعمل معاه الواجب. وده مش دعايه والله يا بنات، انا بكلمكم بما يرضي الله. الخيط عندي من قبل كده بس انطلب مني فعلا اني اتكلم عن الخيط الايطالي. لو في اي سؤال سيبولي في الكومنتات وان شاء الله بامر الله ارد عليه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.